لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. رسميا دانيلو السعيد ينتقل إلى هيرنفين الهولندي. دانيلو السعيد سيلعب بجوار حسين علي في نادي هيرنفين في الدوري الهولندي الممتاز. تفاصيل عن صفقة انتقال دانيلو السعيد إلى نادي هيرنفين الهولندي. قيمة العقد تبلغ €1,000,000 ولمدة 4 سنوات، وسيلعب تحت قيادة الأسطورة الهولندية فان بيرسي ولا جانب زميله العراقي حسين علي. سيحصل دانيلو على مكافأة توقيع وإضافات مالية أخرى، واتفق الفريقان على تفاصيل العقد، وتبقى فقط الموافقة على الشروط الشخصية وإجراء الفحص الطبي. لم يلعب دانيلو مباراة فريقه الودية اليوم لأنه يخطط للسفر إلى هولندا خلال الفترة القادمة. عاجل بشكل رسمي الآن وصول علي جاسم وتوقيعه العقد الرسمي مع نادي كومو 1907 الصاعد حديثا للدوري الإيطالي الممتاز بعقد يمتد لغاية 2028. كوينز بارك رينجرز الإنكليزي يعلن تجديد عقد ألكسندر أوراها. لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن ينفي أنباء رفضه عروض احترافية من الجزيرة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني وتفضيله العودة للقوة الجوية. بشار رسن ما زال يدرس العروض المقدمة له ولم يتخذ القرار النهائي بعد. لاعب منتخبنا وإبسويتش تاون علي الحمادي يواجه ليفربول في الجولة الافتتاحية للدوري الإنكليزي للموسم الجديد على ملعب إبسويتش تاون يوم 8/17. زيد تحسين يتفق مع الشرطة لتمثيل الفريق الموسم المقبل بعد موسم لم يوفق فيه مع الطلبة. المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل: لم يتم الإعلان عن قائمتنا لأولمبياد باريس لعدة اعتبارات، والأنباء التي تشير إلى استبعاد أو استقطاب لاعبين معينين مجرد آراء إعلامية لا أكثر. تعذر التحاق اللاعب آدم طالب بمنتخب الشباب المشارك في بطولة الديار غرب آسيا، والسبب أن كتاب الاتحاد العراقي الذي أرسل في وقت سابق طلب تفريغ اللاعب من النادي للمنتخب الأولمبي للفترة من 10 يوليو لسنة 2024 حتى نهاية أولمبياد باريس لضيق الوقت لم يتم إرسال كتاب آخر التي فريغها لمنتخب الشباب.